بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا في أحسن حال دايما يا رب. ده طبعا فيديو لحل وتركيب السيور بتاعة التكييف والباور وسير الدينامو. ده طبعا علشان خاطر لا قدر الله حد مسافر على طريق ايا كان بالليل، ايا كان الوضع اللي انت مثلا بعيد عن الميكانيكا او مش لاقي ميكانيكي دلوقتي او ايا كان. تعرف ان انت مثلا لو معاك عده ومعاك سيور بفضل الله، لما تشوف فيديو زي ده بفضل الله طبعا الفضل كله لله، تقوم جاي باصص على الفيديو ومتابع الخطوات هتلاقي نفسك غيرت السيور ولا الهوا. انسى. المهم طبعا احنا سير التكييف والبار بنحله الاول وبعدين الدينامو. في التركيب بنركب الدينامو الاول وبعدين سير التكييف والبار. طبعا زي ما انت شفت انا بهوي الشداد بتاع الدينامو بتاع الشداد بتاع التكييف، وبهوي الكونتر بتاعه علشان طبعا برجع التكييف شويه علشان طبعا السير بتاع التكييف اللي انا بحله دوت يهوي معايا، واقوم جاي شادد السير من على البليه، لان لو السير مشدود زي ما هو مش هينزل معايا. السير بتاع التكييف والبار نزلته اهو. طبعا بشيله واقوم جاي داخل بقى على السير الدينامو اللي بعديه. سير الدينامو بقى لازم يكون معاك ألانكيه 8 زي اللي انت شايفه ده، عشان البليه بتاعته ألانكيه 8 بتهوي زي ما انا بهوي كده. وطبعا بقى عشان بتهوي سير الدينامو بتحل دي خالص اللي هي بليه شداد السير الباور والتكييف. ليه؟ عشان تركيب سير الدينامو انا بحلها عشان لما اجي اركب سير الدينامو تكون البليه بتاعته حره معايا، ارجع للاخر عشان اركب سير الدينامو بسهوله. ولما اركب سير الدينامو بسهوله واشد بليته بقوم جاي مركب دي تاني. بس اهم حاجه يكون الاتنين بعاد عن بعض. طبعا انا هويت اهو والبليه رجعت، اقوم جاي شادد سير الدينامو مطلعه كده، شلت السير بتاع الدينامو. زي ما انتوا شايفين بقى البليه اهي، بليه الدينامو دي الشداد بتاع السير، غير بليه الباور والتكييف بتبقى ثابته، الشداد بيبقى في التكييف ذات نفسه. طبعا ده سير الدينامو، بجيب سير الدينامو طبعا وابدا بيه. طبعا عشان تبقوا عارفين بتاكد ان البلي بتاع الاتنين سليم، مفيهوش بوش مفيهوش خشانه. كده انا جبت سير الدينامو، بحطه على الطنبوره بتاع الدينامو، احطه على طنبوره بتاعه الميه بتاعه ترمبه الميه، احطه على الكرنك، وبعدين اقوم جاي بقى ايه، جايبه على البليه اخر حاجه. اقوم جاي شده بقى كده، واقوم جاي مركبه على البليه، بيبقى ظهره على البليه. صدقني انت لو معاك عده سيبك، ممكن انت تختبر نفسك في حاجه زي دي ان انت تعرف تركبها ولا لا. لو معاك عده او معاك سيور هتعملها. ويعني انزل تحت العربيه وافك الفبره السمراء وافك الصاجه واتعامل وارفع العربيه شويه. مش ان احنا بنقول ما حدش ميكانيكي يشتغل، اذا كنت انا ميكانيكي اساسا، بس انت بتقول عشان لو ظروف انت اتحطيت فيها او كده. طبعا انا اتكيت على البليه وشدتها وربطت. طبعا ربطت بقى البليه اللي انا حليتها في الاول اللي هي بتاعت سير الدينامو بتاعت سير الباور والتكييف، وركبت السير على الباور والتكييف والطنبورة الكرنك من بره. بقوم جاي بقى مرجع التكييف للاخر، واقوم جاي مطلع السير على البليه برضو من ظهره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. كده بالصلاه على النبي سير الدينامو ركب وسير الباور والتكييف ركب. ببدا ان انا اشد بقى الدينامو، اشد التكييف قصدي، لان هو ده الشداد بتاع السير بتاع التكييف والباور. المسمار اهو ال 12 ده مسمار شداد سير التكييف والباور. اقوم جاي رابط، كل ما اربط بيشد التكييف على يمتي كده، بيقوم جاي شادد السير. بعد ما اخلص رباط هنا واتاكد ان شدة السير تمام، ولا تقيله قوي ولا مبوشه، يعني قصدي ولا شديده ولا خفيفه، اقوم جاي رابط المسمار الكونتر اللي هو قدام ال 12 كده. بالصلاه على النبي خلصت السيرين وتمام. يا رب اكون فدتكم، ويا رب تكونوا في احسن حال دايما يا رب.